مساء الخير على اجمل متابعين في الدنيا، رب تكونوا بالف خير. النهارده جايبه لكم شقه جديده بقى في الاسكان الاجتماعي بعد التشطيبات النهائيه. تشطيب المهندس ياسر فتحي، والارقام على الشاشه بتاعته. تسلم ايدك بجد يا باشمهندس، وهسيبكم بقى يا جماعه مع الباشمهندس هيشرح لكم كل تفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب دايما بخير وصحة وسعادة. الفيديو بتاع النهارده من مدينة بدر، بالاخص من حي الأندلس. هنخش ونسمي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده الريسبشن، طبعا بحاول اوضح لحضراتكم وبعد كده نتكلم مع بعض. وربنا يا رب يتمم مع الجميع على خير، ويتمم على اصحاب الشقة ويبارك لهم في شقتهم، ويتمم على حضراتكم جميعا بخير وسعادة. طب نيجي لجزئيه جزئيه. هنا الجزء ده الباك جراوند ده خدنا فيه استربات خشب زي ما انتم حضراتكم شايفين بالديزاين ده، مع الجزء الاستربات اللي هي الجزء ده زي ما حضراتكم شايفين استربات خشب طبيعي، مع الجبسن بورد والهيد لايت والسبوت لايت. وهنا التي في يونت بتاعتنا. طبعا المكان بيتكلم عن نفسه، والله ما قادر اتكلم. انا عاوز حضراتكم اللي تقولوا رايكم. احنا بنحاول الحمد لله نجتهد ونشتغل على نفسنا كويس جدا علشان خاطر نقدر ان احنا نخلي كل شقه اختلاف الشقه اللي قبلها. نحاول مع انها نفس البلان، يعني هي مشكله الاسكان الاجتماعي ان احنا بنتحرك في نفس البلان بالظبط، كل الشقق كوب من بعض. احنا بنجتهد عشان خاطر نقدر نخرج كل شقه في صوره مختلفه عن الشقه اللي قبلها. هو شيء مرهق بس الحمد لله عشان احنا بنحب شغلنا بنحاول نختص بالجزئيه ديت. التشطيبات بالنسبه لنا مش تغيير سيراميك وزباكه ودهانات وفقط، لا والله بنحاول نحط بصمه في كل شقه، وبنحاول ان احنا نحقق احلامكم اللي حضراتكم طبعا قدمتوا على الشقق من خلالها، وكنتم متوقعين ان حضراتكم هتستلموا الشقق كامله متكامله، وطبعا كله اتصدم بالواقع ان الشقق لا تصلح للسكن ومحتاجه اعاده هيكله من اول وجديد. وبنراعي النقطه دي جدا جدا، والله مع حضراتكم اللي اتعامل معايا عارف الجزئيه ديت. بنراعي الامور دي لان عارفين اللي بيشطب مش بيشطب لمجرد تشطيب رفاهيه، لا ده مجبر عشان خاطر يقدر يعمل شقه تليق بيه وشقه يقدر يتعايش فيها. الحمد لله من ضمن نعم ربنا علينا ان كل العملاء الحمد لله من 4 سنين ونص او 5 سنين من ساعه ما ابتديت دخلت شقق الاسكان الاجتماعي، وفعلا والله ربنا كرمني فعلا بالعملاء المحترمه جدا جدا اللي بتعامل معاهم. عمري الحمد لله ما ندمت على اي تعامل مع اي عميل، بل بالعكس والله بنكتسب كل الاحترام والتقدير من اي عميل بتعامل معاه. هنا الجزئيه ديت خدنا المرايه الزجزاج، وهنا لسه في جزء نهوت فيه يعتبر بنكيت هيجي نهوت في الجزء دهوت. باذن الله لو لينا نصيب هنقدر ان احنا باذن الله بعد ما نفرش نعمل فيديو ثاني للشقه دي. باذن الله لو لنا نصيب هنحاول ان احنا نصور فيديو ثاني بعد مرحله الفرش، لان برضه في تفاصيل كتير في الفرش، والفرش برضه لو قلنا التشطيب 50% يبقى الفرش 50% لو ما كانش 60%. هنا لسه في تابلو كبير هيجي نهوت في الجزئيه دي، بس باذن الله مع الفيديو اللي هيتعمل بعد الفرش هنوضح كل الامور لحضراتكم. ربنا يا رب يتمم مع حضراتكم ويتمم مع الجميع بخير يا رب. بتاخر عليكم في الفيديوهات بس والله المقصود ان انا لازم انزل فيديو يكون افاده لحضراتكم، مش مجرد فيديوهات ومشاهدات. بحاول ان انا كل فيديو يكون مختلف عن الفيديو اللي قبليه بحيث ان حضراتكم تستفادوا منه. بجد يعني انا نفسي الباك جراوند تحفه، يعني بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لاصحاب الشقه، يا رب يبارك لهم بجد. يعني انا عاجبني جدا 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 جدا. طبعا الواحد بيجتهد وبيبتدي يشتغل على نفسه كويس في نطاق ان هو يطلع بارقى ديزاين، والحمد لله بينبهر بالنتيجه. الحمد لله الحمد لله زي ما الواحد توقع. وطبعا ده طبعا براي حضراتكم مش برايي انا، ان برضو الامور بتخرج في نطاق الشياكه في النطاق الكويس.
دي الطرقه بتاعتنا طبعا. المطبخ بتاعنا طبعا ده تصميم وتنفيذنا احنا، الحمد لله احنا اللي بننفذ المطابخ. هنا الجزء البدايه هنا خدناه جزء كنيش مع اضاءه البروفايل ليد. هنا الثلاجه بعديه على طول مع جزئين ضلفتين منفصلين فوق قلاب. هنا الرخام بتاعنا ده الرخام الاسواني الاسود الاسواني. وطبعا التخانه بتاعتنا بناخدها مرايه على زاويه 45 عشان تدي الشياكه اللي حضراتكم شايفينها. بحاول اوضح لحضراتكم. هنا لسه البوتاجاز طبعا مع الشفاط هيجي في الجزئيه دي. وهنا الجزء ده واخدينه كوفي كورنر في الجزء ده اهوت، وبعديها هيبقى فيه الغساله. طبعا مع الفرش بمشيئه الله برضو في برضو يعني مقترح ان احنا هنجلد بديل الرخام في الجزء اللي ظاهر من السيراميك بحيث يبقى ملائم ومتماشي مع المطبخ بتاعي بمشيئه الله. لو في برضو نصيب ان هو بعد ما نخلص الفرش وكل الامور دي هنعمل فيديو تاني لحضراتكم. ده التراك لايت وده افضل اضاءه للمطبخ بتاعنا، مدي توزيع اضاءه كويس جدا. بس حضراتكم ربنا يبارك لاصحابها يا رب، ويبارك لحضراتكم جميعا بخير وسعاده. والله فعلا الواحد لما بيخلص شقه بيحس فعلا ان بالفرحه وبالانبهار ان هي شقته واكتر، والله العظيم، لان بيبقى امانه، وربنا يا رب يجعلنا من اهل الامانه. ده الحمام. الحوض والوحده والقعده بتاعتنا والشاور مع الشفاط، لقينا الشباك خالص، وبناخد المساحه بتاعته، البوكسات المضيئه بتاعتنا اللي بنستغلها مع الشفاط بتاعنا. هنا لسه في مرايه ليد جايه. ندخل اول غرفه. دي الغرفه الاولانيه. اللون ده لون بريز جوتين من شركه جوتين بريز. والشباك الالمونتال بتاعنا اللي احنا متعودين عليه اللي هو ال 1013 دهان والقطاع البي اس. غرفه النوم الرئيسيه. طبعا هنتكلم في الفيديو القادم براحتنا مع الفرش، هنتكلم عن توزيع الفرش بالكامل. الغرفة الثالثة. مش عاوز اطول عليكم اكتر من كده في الفيديو. دي سقف الجبسن بورد بالنسبة للطرقة. نلقي نظرة أخيرة على الحمام بتاعنا. طبعا حمام الإسكان الاجتماعي بالنسبة للنموذج ده اللي هو ال 170 في 140 سم، لما بيتشطب بياخد سيراميكا فاتحة بيظهر أفضل. وده المطبخ بتاعنا طبعا مع البوتاجاز مع الشفاط بتاعنا. التلاجة بتاعتنا هيكون كامل المطبخ، وربنا يبارك لاصحابه يا رب. الشقة دي كلها بريز، اللون كله جوتين بريز، عشان في بعض العملاء بيسأل اللون ايه؟ ده اللون جوتين بريز. معلش سامحوني لو انا طولت على حضراتكم، حاولت ان انا اوضح كل جزئيه في الشقه، ويا رب يكون محتوايا بيفيد حضراتكم، وتحت امركم في اي سؤال اي حاجه، تحت امركم اي حد يتصل بيا يبعت مسج في اي امور. انا ما بخبيش حاجه، اللي بيسالني في اي حاجه بجاوبه صراحه اكني موجود معاه، بل بالعكس في شغل ما بقدرش ان انا بيكون الاستاف بتاعي ليه قدره انتاجيه، ففي شغل بعتذر عنه، بس بقول يا جماعه
استعينوا باي صناعيه، باي حد، في ناس كتير محترمه، ناس كتير كويسه جدا جدا، وتابعوني واكني موجود معاكم بدون اي مقابل، بدون اي حاجه، تحت امركم جميعا. ربنا يا رب يتمم عليكم بخير وسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.